الفيديو ديال اليوم غيكون على بعض المواضيع اللي ما عندهاش حتى قيمة في المجتمع ديالنا، في المجتمع المغربي ولا حتى في بعض المجتمعات الاخرى. طالما سمعنا نقاشات على مواضيع لا تسمن ولا تغني من جوع، مواضيع اللي تيكون فيها جوج الناس كل واحد كيدافع على الفكرة ديالو، ولكن الموضوع براسو واخا يتأكد علميا على فكرة وحدة فالبشرية ما غتستافد والو منه. من بين هاد المواضيع اللي ما عندهاش قيمة واللي كاينة في المجتمعات وهي شكل الأرض. وهنا الهضرة كدور ما بين الناس اللي تيقولوا انها كروية والناس اللي تيقولوا انها مسطحة. فبالنسبة لي انا واخا يكون واحد الدليل قاطع على الشكل ديال الارض، راه ما غتبدل حتى حاجة في الواقع اللي كنعيشوه. فراه واخا تفيق في الصباح وتسمع في الاخبار ان الارض مسطحة، فراه حتى حاجة ما غتبدل، غتنوض وغدير الروتين اللي موالف كدير من قبل. يعني موضوع تافه وما عندوش شي تأثير في حياتنا. وموضوع اخر متعلق بجوج دول اللي هما المغرب والجزائر، وكنقصد هنا داك الصراع اللي نايض في السوشيال ميديا على شكون حسن، وحتى على الزليج والقفطان وداك التخربيق. في ليبيا غادي نمشيو نشوفوا طبخ في الجزائر وشنو طبخ لنا ياسمين. الشربات دونك كاين شوربه فريك في الشرق، عندنا فريك شوربه فريك، شوربه فريك فوالا، والحريره اللي ياكلون بزاف في رمضان. المغرب عاد الحريره لي زوريجين تاعها الاصل تاعها اندلسي، سي بوغ سا اللي كاين في الغرب ديال الجزائر وفي المغرب، كاين في المغرب وفي الغرب ديال الجزائر. فانا كنشوفوا واحد النقاش اللي تافه الى حد التفاهه، فبلاص ما كل واحد يركز على راسو كنبقاو نتعايروا على والو وحتى واحد ما كيستافد شي حاجه. فكما شفنا مؤخرا ان اليونسكو تبتات ان القفطان مغربي، ولكن شنو هي الفائده منه؟ حتى حاجه ما تبدلات في المجتمع ديالنا، مازال كنعيشوا نفس الحياه بنفس المعاناه وبنفس المشاكل. فانا كنشوفوا موضوع ما عندوش قيمه، ولكن بعض الناس عطاوه قيمه كبيره. تحيه للزلايجيه. وحتى وسط المغرب براسو كاين واحد الموضوع اللي كنشوفو ماشي مهم بالنسبه لي انا، وهو الصراع ما بين ان المغرب واش امازيغي ولا عربي. فراه واخا يتصدر قرار ان المغرب امازيغي، فراه غنبقاو في نفس المشاكل ديال الصحه وديال التعليم والبنيه التحتيه وزيد وزيد. ونفس الشيء الا قالوا ان المغرب عربي، فراه نفس المشاكل اللي قلت ما غيتبدلوش. فانا كنشوفو انه بلاصه ما نضيعوا الجدل على هذا الموضوع، من الافضل اننا نستمروا في مواضيع اللي كتهم المجتمع ديالنا ولا غتزيد بيه للقدام. هاد النقاشات دويت عليهم لحقاش من شحال وانا كنسمعهم في المجتمع ديالنا ونفس الافكار كيتعاودوا وما كيساليوش. يعني واخا ترجع 5 سنين للور غتلقى الناس كتهضر على نفس المواضيع وعلى نفس الافكار. وكما قلت واخا تثبت الحقيقه على جهه واحده، فراه المجتمع ما غيتبدل فيه والو، والمستفيد الوحيد من هاد النقاشات هما الانظمه الحاكمه. والسبب ان هاد المواضيع كتلهي الناس على الواقع اللي عايشين فيه، واخا ماشي كاع الناس كيهضروا على المواضيع اللي قلت، فراه كاينين حوايج اخرين ما دويتش عليهم. وبحال السوشيال ميديا اللي كاع الناس كيضيعوا وقتهم فيها، بحال الكره اللي ما كانش اللي ما كتفرجش فيها وانا منهم. قبل ما يسالي الفيديو بغيت نقول لكم ان هذا غير الراي ديالي ويمكن ما غيتفقش معايا بزاف منكم. Muchas gracias, afición. Este é para vosotros.